حبايب قلبي، طلبة تانية ثانوي الجمال، عامل ايه يا اكسلانس؟ يا رب يكون بخير ان شاء الله باذن الله. النهارده هشرح لكم تالت درس عندك في الالجبرا. تمام. وهو بيتكلم عن special functions. يعني ايه special functions؟ يعني دوال خاصة. هنتكلم ازاي حضرتك تقدر تحدد الفانكشن بتاعتك دي even odd وال one to one functions. ازاي تقدر تحدد الحاجات دي كلها، ودي فانكشنز خاصه. طيب بمنتهى البساطه تعالى نمسك كده اول حاجه كده توتوس اللي هو الايه، الايفن والاود فانكشنز. ازاي بقدر اعرف ان الفانكشن اللي قدامي دي ايفن ولا اود؟ بس هنعرف الكلام ده جرافيكالي بيانيا، والجبريكلي جبريا. وهخليك اصلا تحل بطريقه جميله جدا، بلا جرافيكلي بلا الجبريكلي ولا الكلام ده كله. طبعا لو جرافيكلي مرسومه لازم هتعملها جرافيكلي يعني، بس قصدي ان انا هخليك تعرف الفانكشن دي ايفن ولا اود من البروبرتيز بتاعه الايفن والاود. الايفن والايه والاود بعينيك كده على طول تعرف على طول الفانكشن دي ايفن ولا اود. تعالى نمسك كده اول حاجه ازاي بقدر اعرف الفانكشن ايفن ولا اود جرافيكلي. قبل ما اتكلم عنها علشان بس انت تبقى فاهم عايز بس اتكلم معاك في نقطه كده ايه بسرعه في التوتوس كده. عايز اتكلم معاك عن حاجه اسمها الريفلكشن ايمج. يعني ايه الريفلكشن ايمج؟ يعني انا لو جيت هنا بمنتهى البساطه عندي نقطه اسمها ايه، نقطه A دي الكوردينتس بتاعتها او احداثياتها 2 و3. لو قلت لك عايز الريفلكشن ايمج اوف البوينت A about الاكس اكسس، يعني بمنتهى البساطه انا بعتبر ان الاكس اكسس ده، الاكس اكسس ده هي المرايه، هي الايه، المرايه اللي هتعكس صوره نقطه A. فبمنتهى البساطه الصوره بتاعت نقطه A هتبقى هنا، وليكن مثلا اسمها A داش. ليه؟ عشان دي الريفليكشن ايمج بتاعتها اباوت الاكس ايه، الاكس اكسس. وطبعا بديهيات بديهيات جدا ان المسافه دي هي المسافه دي. تخيل كده ان انت واقف قدام المرايه، مثلا هنا في مرايه، وادي انت واقف اهو قدام المرايه. تمام. اكيد صورتك في المرايه هتبقى بنفس المسافه اللي انت بتبعدها عن المرايه. تمام يا شباب؟ تمام. يعني بمنتهى البساطه كده عفوا، عندك الحته دي بتساوي الايه، الحته دي. طيب بمنتهى البساطه يا توتوس تقدر تقول لي الكوردينتس بتاعت الصوره بتاعت نقطه ايه اللي هي الاي داش؟ بمنتهى البساطه الاكس زي ما هي، والواي هتبقى كام؟ برافو عليك، هي هتبقى 2 بس في النيجاتيف دايركشن، فهتبقى كام؟ سوري هتبقى 3. سوري يا جماعه معلش، هتبقى نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3. حد عنده مشكله يا شباب؟ مفيش اي مشكله. طب لو جيت قلت لك لو سمحت عايز الريفلكشن ايمج اوف الاي اباوت الواي اكسس، يعني دلوقتي ايه هي المرايه؟ المرايه دلوقتي هي الواي اكسس، فهعمل ايه؟ بمنتهى البساطه ادي النقطه، النقطه هتبقى هنا، وليكن مثلا ايه دبل داش. دي الصوره بالانعكاس اباوت الايه، الواي اكسس. واكيد المسافه دي هتبقى بتساوي المسافه ايه، المسافه دي. فبمنتهى البساطه تقدر تقول لي الكوردينتس بتاعت صوره ايه اباوت الواي اكسس. الواي زي ما هي بتلاتة، انما الاكس ايه اللي هيحصل لها؟ هتبقى 2 بس في النيجاتيف دايركشن، يعني بعكس الايه، الاشاره. يعني بمنتهى البساطه انا عايز اطلع بس ملحوظه هنا بس يا شباب معلش، يعني ملحوظه توتوس كده صغنونه خالص بتقول لك ايه. لو انت بتجيب الريفلكشن ايمج اوف بوينت، وليكن مثلا البوينت دي ايه، تمام، والاي دي مثلا عباره عن 1 و4، 1 وايه و4، مره اباوت الاكس اكسس ومره اباوت الواي اكس. ايه اللي هيحصل في الكوردينتس؟ بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه بتعكس اشاره الايه، الحرف اللي مش موجود. يعني انت لو عايز صوره A بالريفلكشن اباوت الاكس اكسس، اعكس الحرف التاني اللي هو الواي، فتبقى 1 ونيجاتيف 4. طب لو اباوت الواي اكسس هعكس الاكس، الحرف اللي مش موجود، يعني هتبقى نيجاتيف 1 وكام و4. ده اللي انا عايزك بس ايه تاخد بالك منه. تمام يا شباب؟ عشان بس احنا عايزين نفهم، انا مش عايز احفظك وخلاص. تمام يا شباب؟ تمام يا حبيب قلبي. طيب بمنتهى البساطه كده لو جبنا لون تاني، مثلا نجيب لون احمر.
ماشي، حلو الاحمر. وقلت لك لو سمحت انا عايز صورة الايه بالريفلكشن about الاوريجن، فبمنتهى البساطة هتبقى النقطة هنا. صح ولا مش صح؟ صحيح. وي مسيو، وي مسيو. تمام تمام. طبعا النقطة دي هتبقى عبارة عن كام وكام؟ طبعا انت عندك دي بتساوي دي، وعندك الانجل دي بتساوي الانجل دي. فاهم حاجة؟ فبمنتهى البساطة انت عندك المسافات او الكوردينتس بتاعت مثلا ايه تريبل داش هتبقى هي الاحداثيات دي، بس هعكس اشارة الاتنين، نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. يبقى لو زودنا هنا كمان بالمرة، لو جبت الريفلكشن ايمج اباوت الاوريجن، بعكس الايه؟ بعكس الكوردينتس بتاعت الاكس والواي. يعني هنا كانت 1 و4 هتبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4. في مشاكل يا شباب؟ دي بس كده حاجه كنت حابب ان انا ادردش معاك فيها كده ايه قبل ما نتكلم خالص. طب ليه بقول لك الكلام ده كله؟ عشان انا عايز اتكلم عن حاجه اسمها السيمتري. حاجه اسمها ايه؟ السيمتري. يعني ايه السيمتري؟ قال لك يعني التماثل. السيمتري يعني ايه؟ يعني التماثل. طب يعني ايه عايز هتتكلم عن ايه مثلا في التماثل؟ قال لك ان في حاجه، بص كده، لو جيت مثلا عملت لك كده 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 كده، هو الكيرف ده سيمتريك ولا مش سيمتريك؟ سيمتريك. طب سيمتريك اباوت ايه؟ اباوت الاكس اكسس. اباوت الايه؟ الاكس اكسس. انا ما بقولكش دي فانكشن ولا مش فانكشن، انا بقول لك ده الرسمه اللي قدامك دي سيمتريك ولا مش سيمتريك؟ سيمتريك. طب عرفت ازاي؟ بمنتهى البساطه كل نقطه فوق الريفليكشن بتاعها ايه؟ الريفليكشن بتاعها تحت. فده كده معنى ايه كلمه سيمتريك؟ ان هو في تماثل. طب هنا التماثل اباوت الايه؟ اباوت الاكس اكسس. طب مثلا لو عندي مثال تاني، لو جبت اللون الابيض وجبت لك مثلا حاجه بالمنظر ده، كده كده وكده، وقلت لك مثلا دي كده 0 ودي كده 2 ودي كده 4. تمام تمام. هو بمنتهى البساطه الرسمه اللي قدام حضرتك دي سيمتريك ولا مش سيمتريك؟ اباوت اللاين ده طبعا سيمتريك. طب ليه سيمتريك؟ عشان انت عندك كل نقطه من هنا الريفليكشن بتاعتها موجوده، كل نقطه من هنا الريفليكشن بتاعتها موجوده، كل نقطه من هنا الريفليكشن بتاعتها موجوده and so on. في مشاكل؟ حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشاكل. لو جيت مثلا رحت اعمل لك كده، طب ده معلش الرسمه دي كانت سيمتريك اباوت ايه؟ اباوت اللاين ده. اباوت الايه؟ اللاين ده. طب مثلا لو عملت لك حاجه بالمنظر ده، دي سيمتريك ولا مش سيمتريك؟ سيمتريك. سيمتريك اباوت ايه؟ اباوت الواي اكسس، عشان انت عندك دي تمام، دي تمام، دي تمام، دي تمام. طب بقول لك ايه، لو جيت مثلا ورحت جاي عامل لك كده، تعالى مثلا نمسح حته، بتاع هيفصل، جميل جدا، حاجه مبشره. بص كده، ورحت جاي مثلا عامل لك كده نقطه اوبند. نقطه ايه؟ اوبند. هل دي سيمتريك؟ لا مش سيمتريك. ليه؟ علشان دي اوبند هنا لكن هنا موجوده، فدي كده دي ملهاش ايه ريفليكشن بوينت، يبقى ده كده مش سيمتريك. فاهمين حاجه يا شباب؟ فانا كنت حابب ان انا بس ايه ادردش معاك في الحوار ده. طيب تعالى بقى نرجع بقى ايه لموضوعنا. بمنتهى البساطه كده، هو انا بعرف منين هي الفانكشن بتاعتي ايفن ولا اود؟ قال لك بمنتهى البساطه قبل ما تعمل التيست اللي انا هقوله لك دلوقتي، يعني او مش تيست، انت هتلاحظ يعني ان الرسمه بتاعتك هتبقى سيمتريك اباوت حاجه، فعلى اساسه هتقدر تحدد هي ايفن ولا اود. بس قبل ما تعمل الكلام ده كله، لازم تعمل حاجه مهمه جدا، الا وهي ايه؟ لازم تجيب لي الدومين. لازم تجيب لي الايه؟ الدومين. مش كده وبس، ده لازم الدومين، لازم ايه؟ الدومين يبقى من نيجاتيف ايه لايه. كلوزد او اوبند مش فارقه معايا، بس لازم يا اما الاثنين كلوزد يا اما الاثنين ايه اوبند. هتفهم اكتر لما اجي ايه ادي لك الامثله. يبقى لازم اول حاجه اروح اعمل ايه؟ اروح اجيب الدومين، ولازم الدومين يبقى من نيجاتيف ايه لايه، سواء كلوزد او اوبند، بس لازم الاثنين يبقوا زي بعض. تمام يا شباب؟ هتفهم اكتر لما اجي ايه، احل معاك. بس اعرف بس الايه الكونديشنز بتاعتك. يبقى دي كده اول حاجه. تاني حاجه، لو لقيت ان الفانكشن بتاعتك سيمتريك يعني متماثله
about الواي اكسس، دي كده الفانكشن بتاعتك هتبقى ايفن. الفانكشن بتاعتك هتبقى ايه؟ ايفن. لكن لو لقيت ان الفانكشن بتاعتك سيمتريك about، بسم الله الرحمن الرحيم، about الاوريجن، هتبقى ايه يا توتوس؟ هتبقى اود. هتبقى ايه؟ هتبقى اود. طيب ممكن تديني امثله؟ قوي 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 يا ابني. بص كده معايا، بص كده معايا. هنا انت بيقول لك determine الفانكشن ايفن ولا اود ولا نايذر نور. نايذر نور يعني ولا هي ايفن ولا هي ايه؟ ولا هي اود. تعال نبص على الفانكشن بتاعتك دي كده. الفانكشن بتاعتك دي الرسمه بتاعت الفانكشن، الكيرف اللي قدام حضرتك ده، كل نقطه من هنا الريفليكشن بتاعتها موجوده. يبقى ده كده سيمتريك ولا مش سيمتريك؟ سيمتريك. طبعا في انفاينايت نمبرز اوف ايه بوينتس، بس كل واحده من هنا ليها الريفليكشن ايمج بتاعتها هنا. طيب طب دي سيمتريك اباوت الايه؟ اباوت الواي اكسس، يبقى دي ايفن ولا اود؟ شكرا، ايفن. ايه ده الموضوع سهل كده؟ اه ان شاء الله، اه ان شاء الله. طب بص كده، الفانكشن اللي قدام حضرتك دي كده اهي، دي سيمتريك ولا مش سيمتريك؟ سيمتريك. طب سيمتريك اباوت ايه؟ اباوت الاوريجن. يعني ايه اباوت الاوريجن؟ يعني البوينت دي الريفليكشن بتاعتها، البوينت دي الريفليكشن بتاعتها، البوينت دي الريفليكشن بتاعتها اند سو اون. يبقى دي كده سيمتريك اباوت الاوريجن، فدي كده بسميها اود فانكشن. دي كده بسميها ايه؟ اود فانكشن. طب تعالى لي هنا 3 3، هل دي سيمتريك ولا مش سيمتريك؟ تعالى نشوف بمنتهى البساطه. كل نقطه من هنا الريفليكشن بتاعتها موجوده، الريفليكشن بتاعتها موجوده، الريفليكشن بتاعتها موجوده. هل دي موجوده هنا؟ لا مش موجوده، يبقى ملهاش ريفليكشن ايمج. يبقى هل ده سيمتريك اباوت الواي اكسس؟ لا، يبقى دي كده نايذر نور. ثانيه واحده كده يا شباب معلش. يبقى دي كده مالها؟ نايذر نور. طب ليه؟ ما انا شايفها هي سيمتريك اباوت الواي اكسس. لا يا حبيبي، بمنتهى البساطه مبدئيا كده، مبدئيا كده عشان بس ايه تركز معايا. انا بس كنت بفهمك موضوع الايه، السيمتريك ولا مش السيمتريك. انت قبل ما بتشوف سيمتريك ولا مش سيمتريك انت بتجيب لي الدومين. انت بتجيب لي الايه؟ الدومين. الدومين من هنا من نيجاتيف 2 لحد ال 2 دي كلوزد ودي كلوزد. فاكر هنا الكونديشن كنت بقول لك ايه؟ من نيجاتيف ايه لايه، سواء كلوزد او ايه، او اوبن. فانا هنا المفروض اللي انا اول حاجه بروح اجيب الدومين قبل ما اشوفها سيمتريك ولا مش سيمتريك. هنا بروح اجيب الدومين. طب الدومين هنا من فين لفين؟ من النيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي، والاثنين اوبند. يبقى الدومين شغال، شغال من نيجاتيف ال ايه. هنا الدومين شغال من نيجاتيف ال ايه، والاثنين هنا كلوزد، الاثنين هنا اوبند عادي جدا. طب هنا انت الدومين بتاعك من نيجاتيف 2 لحد 2 صحيح، بس واحده كلوزد والثانيه اوبند. هنا الدومين ما يخلكش اصلا تبص تشوفها هي سيمتريك ولا مش سيمتريك. فاهم حاجه؟ تمام، توتس برافو. فطبعا هنا عشان واحده ايه او كلوزد وواحده اوبند، فمش هتبقى ايه سيمتريك. فاهم حاجه يا ابني؟ ان شاء الله تبقى فاهم، ولو مش فاهم اتفهم نفسك. طبعا 4 هي هتبقى نايذر نور عشان ده سيمتريك اباوت الخط، الخط اللي مرسوم ده. لكن انا المفروض ان هو ايفن تبقى سيمتريك على الواي اكس، اود تبقى سيمتريك اباوت الاوريجن. فاهمين حاجه؟ ان شاء الله باذن الله تبقى فاهم. فدي برضو هتبقى نايذر نور. تمام. تعالى ادي لك واحده من عندي، تعالى ادي لك واحده من عندي يعني. نيو بيج. بص كده، لو جيت مثلا رسمت لك التوتوس حاجه بالمنظر ده، يلا يا ابني كده كده، ومثلا كده كده، وقلت لك ان دي كده نيجاتيف 1 ودي كده 3. دي ايفن ولا اود ولا نايذر نور؟ بمنتهى البساطه اول حاجه بروح اعملها اروح اجيب الدومين. الدومين بتاعك من نيجاتيف 1 لكام؟ ل3. دي كلوزد ودي كلوزد. هل الدومين من نيجاتيف ايه لايه؟ لا، يبقى دي كده نايذر نور. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب خد دي، يبقى دي كده كام؟ احنا خدنا 4 ادي 5. يلا يا عم ولا حرمك من حاجه، خد 6 مثلا. 6 مثلا لو رسمت لك يا عم ادي الاكس وادي الواي، ورسمت لك مثلا كده، وبعد كده كده، بعد كده كده. تمام تمام. وعندك دي كده من نيجاتيف 2 لحد ال 2 اهي، يعني دي كده النقطه دي كده 2. طب يلا بينا، دي ايفن ولا اود؟ فلاقي التوتوس راجاير هيقول لي ايه؟ اول حاجه بروح اجيب الدومين. فانت عندك الدومين بتاعك من نيجاتيف 2
لحد ال 2 والاتنين كلوزد، هقول له برافو عليك. بعد كده شوف التست، دي سيمتريك اباوت الواي اكسس؟ لا. هي دي سيمتريك؟ لا مش سيمتريك. هي دي فين الريفليكشن ايمج؟ دي فين الريفليكشن ايمج؟ اند سو اون. فطبعا دي هتبقى نايذر نور. في مشاكل يا شباب؟ يبقى بمنتهى البساطه تو سم اب اللي احنا قلناه. بص يا توتوس، ركز معايا ركز معايا. عشان تعرف الفانكشن بتاعتك ايفن ولا اود جرافيكالي بيانيا، اول حاجه تروح تجيب لي الايه؟ الدومين. لازم يبقى من نيجاتيف ايه لايه، سواء الاثنين كلوزد او الاثنين اوبند. بعد كده بتشوف الفانكشن بتاعتك سيمتريك اباوت الواي اكسس ايفن، سيمتريك اباوت الاوريجن بقت اود. حد عنده مشكله يا شباب؟ مفيش اي مشكله. ندخل بقى بعد كده على ازاي تقدر تحدد الفانكشن بتاعتك ايفن ولا اود الجبريكلي. يلا بينا نتكلم بقى يا شباب ازاي بقدر اعرف الفانكشن بتاعتي دي ايفن ولا اود بس الجبريكلي. هتقول لي ايه ده انت راسم؟ هقول لك ما انا مش عايزك ايه تستخدم الايه التست على طول، انا عايزك تستنتج التست بمنتهى البساطه كده. هي الفانكشن اللي قدام حضرتك دي ايفن ولا اود؟ هتقول لي دي ايفن. ليه ايفن؟ مثلا انا كاتب لك هنا نيجاتيف 4 وهنا 4. تمام. فانت كل نقطه من هنا الريفليكشن ايمج بتاعتها ايه؟ موجوده. كل واحده من هنا الريفليكشن ايمج بتاعتها ايه؟ موجوده. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. طيب مثلا لو النقطه دي عباره عن 3 مثلا، 3 و4، 3 وايه و4، يبقى الريفليكشن ايمج بتاعتها هتبقى عباره عن كام وكام؟ برافو عليك، هو دي كده سيمتريك اباوت، او المرايه بتاعتي، سوري المرايه بتاعتي هي الواي اكسس، يبقى انا هعكس الايه؟ هعكس الاكس، يبقى نيجاتيف 3 و4. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله خالص. هي مش دي كده الاكس؟ ودي كده الواي؟ هي مش الواي دي هي الاف اوف اكس؟ هتقول لي وي مسيو. هي مش دي كده الاكس؟ ودي كده الواي اللي هي الاف اوف اكس؟ مظبوط. طب ركز بقى كده معايا شويه، انا شغال على النقطه دي والنقطه دي بمنتهى البساطه كده، بمنتهى البساطه. تعالى مثلا نجيب اللون الازرق. طبعا دي انا متاكد مليون في الميه ان هي ايه؟ ان هي ايفن. فاحنا دلوقتي بنستنتج التست بتاعنا. هو انت عندك الاف اوف اكس بتساوي كام؟ بتساوي 4. طب هي الاكس عندك بكام؟ ب3. يعني انا ممكن اشيل الاكس دي كده واكتب كام؟ 3. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. طيب انا بتكلم هنا. طب تعالى لي هنا، الاف اوف اكس بتساوي كام؟ 4. الاف اوف اكس دي بتساوي 4، والاولانيه دي الاف اوف اكس بتساوي الاربعه برضو. تمام. بس انا شلت الاكس وحطيت 3. هنا هشيل الاكس واحط كام؟ هحط نيجاتيف 3. نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3. فلاحظت حاجه جميله جدا، ان الاف اوف 3 بتساوي 4، والاف اوف نيجاتيف 3 بتساوي نفس الايه؟ الاربعه. يعني بمنتهى البساطه الاف اوف 3 بتساوي الاف اوف نيجاتيف 3. فعشان كده بقول عليها ان هي ايفن. فقال لك بمنتهى البساطه ايه بقى؟ بمنتهى البساطه قال لك ان انت الفانكشن بتاعتك بتبقى ايفن الجبريكلي لو عندك الاف اوف اكس بتساوي الاف اوف نيجاتيف اكس. طب زي ايه مثلا؟ زي ايه مثلا؟ بص كده، لو عندك مثلا الاف اوف اكس بتساوي اكس للباور 2. اكس للباور كام؟ 2. حلو قوي. بمنتهى البساطه هتروح تعمل التست، هتروح تجيب لي الاف اوف نيجاتيف اكس. يعني ايه الاف اوف نيجاتيف اكس؟ يعني انا هشيل الاكس واحط مكانها ايه؟ نيجاتيف اكس، فيبقى عندي نيجاتيف اكس للباور كام؟ 2. الباور هنا ايفن بيبلع النيجاتيف، فيبقى عندي الكلام ده باكس باور كام؟ 2. عندك الاف اوف نيجاتيف اكس بتساوي اكس باور 2، وعندك الاف اوف اكس بتساوي برضه اكس للباور 2. يبقى الفانكشن دي مالها؟ الفانكشن دي ايفن. الفانكشن دي مالها؟ ايفن. بس قبل ما تحدد حاجه في منتهى الخطوره، حاجه في منتهى الخطوره، الا وهي ايه؟ لازم تجيب لي الاول الدومين. فتجيب لي الدومين هنا، دي بولينوميال، يعني الدومين ار. يعني ايه ار؟ يعني من النيجاتيف انفينيتي لحد البوزيتيف انفينيتي. هي مش دي كده نيجاتيف A ودي تعتبر A والاتنين اوبند؟ يعني الدومين شغال ولا مش شغال؟ شغال. ما هو كونديشن ثابت.
في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. طيب دي كده اول ايه، اول حاجه. طب تعالى لي في الرسمه الثانيه. تعالى بس ايه، همسح بس ايه الكلام ده كده علشان بس ايه ما ندخلش على ايه بس مش عايز صوت سك. سلانس، يلا يا اكسلانس انا تعبان. بص يا حبيبي، عندك هنا الفانكشن بتاعتك الدومين بتاعها من فين لفين؟ من النيجاتيف انفينيتي لحد البوزيتيف انفينيتي. ده كده الدومين شغال ولا مش شغال؟ الدومين شغال. طب هي مش دي سيمتريك اباوت الاوريجن؟ اه. يعني النقطه دي الريفليكشن ايمج بتاعتها هنا، يعني كل نقطه من هنا الريفليكشن ايمج ايه اوف البوينت موجوده هنا. يبقى دي كده مالها؟ دي كده اود. طب تعالى نعمل تيست. نعمل وات؟ نعمل تيست بمنتهى البساطه كده. لو اخدت النقطه دي وليكن دي الريفليكشن ايمج بتاعتها، وليكن دي كده اكس وواي، دي كده اكس وايه وواي، يبقى الريفلكشن ايمج اباوت الاوريجن ايه اللي بيحصل لو تفتكر بعكس الاثنين؟ يعني دي كده نيجاتيف اكس ودي نيجاتيف واي. حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. هي مش دي كده الاكس وي مسيو، ودي كده الاف اوف اكس وي مسيو. طيب ركز بقى كده معايا شويه، احنا بنستنتج عشان ما احفظكش على طول. فاهم؟ تمام. هو انت مش عندك لو اخدنا هنا اشتغلنا على هنا، انت عندك الاف اوف اكس بتساوي واي صح؟ اه. طب الاكس عندك بكام؟ باكس. في مشاكل؟ يعني اشيل الاكس واحط اكس فهي هتبقى كده. حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشاكل. طب هنا دي كده الاكس ودي كده الاف اوف الاكس. طب انت عندك هنا الاف اوف اكس بتساوي نيجاتيف واي. طب هي الاكس عندك بكام اصلا؟ بنيجاتيف اكس. يعني انا هشيل الاكس واكتب مكانها نيجاتيف اكس اهو. ادي نيجاتيف اكس. قارن لي ما بين ده وما بين ده. لاحظت ان الاف اوف اكس بتساوي الواي، والاف اوف نيجاتيف اكس بتساوي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف واي. يعني بمنتهى البساطه اقدر استنتج التست بتاعي. ايه هو التست؟ ان الاف اوف نيجاتيف اكس بتساوي نيجاتيف الاف اوف اكس. الاف اوف نيجاتيف اكس بتساوي ايه؟ نيجاتيف الاف اوف اكس. طب زي ايه الكلام ده؟ بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه لو اديت لك مثال مثلا، تعالى ناخد اللون الاحمر عشان يبقى شبه المثال اللي تحت. اف اوف اكس بتساوي اكس للباور 3، وقلت لك حدد لي الفانكشن دي ايفن ولا اود الجبريكلي. هتعمل ايه؟ رقم واحد تجيب لي الدومين. الدومين هيبقى ار يعني من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي، يعني تمام الدومين تمام. طب هنعمل التست. ايه هو التست؟ هروح اجيب الاف اوف نيجاتيف اكس. طب ده بيساوي، هشيل الاكس واحط نيجاتيف اكس للباور 3. الباور هنا ماله؟ اود. الاود ده بيبلع النيجاتيف؟ لا. يعني الكلام ده كده بيساوي نيجاتيف اكس للباور 3. طب بص كده، قارن لي ما بين ده تمام وما بين ده. الاف اوف اكس باكس باور 3 والاف اوف نيجاتيف اكس بنيجاتيف اكس للباور 3. يعني انت بمنتهى البساطه هنا عندك الاف اوف نيجاتيف اكس بتساوي نيجاتيف الاف اوف اكس. يبقى الفانكشن بتاعتك اود. يبقى الفانكشن بتاعتك ايه؟ اود. يبقى بمنتهى البساطه، علشان ايه انا كنت بفهمك هنا، انا ممكن تكون انت حاسس ان انا فخدت الحوار، بس هو الموضوع مش مستاهل. بس انا عشان حضرتك تفهم يعني، تمام؟ ما تبقاش عيل الخروف بتحفظ حافظ تيست وخلاص، لا انت المفروض تبقى فاهم. يبقى بمنتهى البساطه to determine، بصمج بقى، انت فهمت؟ بصمج to determine الفانكشن even or odd algebraically. اول حاجه بتروح تجيب الدومين. اول حاجه لازم تروح تجيب الايه الاول؟ تجيب لي الدومين. والدومين لازم يبقى من نيجاتيف A ل A او من نيجاتيف A ل A اوبند. دي كده اول حاجه. بعد كده تروح تعمل التيست بتاعك. ده ما تحققش خلاص تبقى نايذر نور. طيب ده اتحقق، يبقى تروح تعمل التيست. تروح تعمل ايه؟ التيست. هتروح تجيب لي الاف اوف نيجاتيف اكس. هتروح تجيب الاف اوف نيجاتيف اكس. لو لقيت ان الاف اوف اكس بتساوي الاف اوف نيجاتيف اكس، يبقى دي كده مالها even function. طب لو جبت ال f of negative x ولقيت ان هي بتساوي نيجاتيف ال f of x، يبقى دي كده odd function. وهخليك اصلا اقسم بالله تعرف الفانكشن دي even ولا odd من البروبرتيز بتاعت الايفن والاود. بلا تيست بلا ايه، بلا نيله. تمام يا شباب؟ يلا بينا نحل لنا شويه مسائل. مسائل في التوتس. بص كده، شايف انا مالي؟ خير خير.
هنا عندك الواي بتساوي 2 اكس للباور 3، عايز يعرف دي ايفن ولا اود ولا نايذر نور. تعمل التست، هات لي الاف، يعني مثلا بدل هنا الواي هي الاف اوف اكس، فاهم؟ يعني ما تقلبص دماغك، يعني ما تقلبص دماغك، الواي هي الاف اوف اكس، فانت عندك الاف اوف اكس بتساوي كذا، فانا هروح اجيب الاف اوف نيجاتيف اكس، هشيل الاكس واحط نيجاتيف اكس. الباور هنا ماله؟ اود، يعني الكلام ده كده بيساوي نيجاتيف 2 اكس للباور 3. قارن ما بين ده وما بين ده، هو بس عكسه في الاشاره، يعني الاف اوف نيجاتيف اكس بتساوي نيجاتيف الاف اوف اكس، يبقى الفانكشن بتاعتك اود. بس انت خروف. ليه خروف؟ ليه خروف؟ عشان المفروض كنت تقول لي يا هندسه اول حاجه بتروح تعملها تجيب لي الدومين. طب دي بولينوميال، يبقى الدومين بتاعك ار، يعني من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي، يعني الدومين معايا شغال. لازم تعمل كده، لازم تعمل كده. طب تمام، مش عارف انت اتعصبت ليه، بس ماشي مش مشكله. هنا عندك الاف اوف اكس، ما دي كده اكنها الاف اوف اكس، تمام؟ عشان بس ايه ما تتغباش. فانا هروح اجيب الاف اوف نيجاتيف اكس برضو لا يا حبيبي، اول حاجه تروح تجيب لي الدومين. طب دي بولينوميال، يعني برضو الدومين من نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي، يعني الدومين شغال. هروح اجيب بقى ايه، اعمل التست اف اوف نيجاتيف اكس، فالكلام ده كده هيساوي ادي 3، هشيل الاكس واحط نيجاتيف اكس للباور 4، الباور ايفن هيبلع النيجاتيف، يعني الكلام ده كده بيساوي 3 اكس للباور كام؟ 4. يعني انت عندك الاف اوف نيجاتيف اكس بتساوي الاف اوف اكس، يبقى الفانكشن بتاعتك مالها؟ ايفن ان شاء الله. شو هاد، انا المفروض ان دي كده الدومين بتاعها ار، يعني الدومين شغال. طب انا بقى المفروض ان انا اجيب الاف اوف نيجاتيف اكس. طب هجيب الاف اوف نيجاتيف اكس ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ هتبقى نيجاتيف 5. وبمنتهى البساطه هي دي كونستنت فانكشن، يعني دي بتبقى مالها باراليل للاكس اكسس، فدي سيمتريك اباوت الواي اكسس، فدي كده ايفن. فاي كونستنت فانكشن، يعني مفيش اكسات عندي خالص، هي عباره عن كونستنت بس، بسميها كونستنت فانكشن، دي بتبقى مالها؟ بتبقى ايفن ان شاء الله. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. 8 8 بمنتهى البساطه انت لازم تبقى انت عارف ان الدومين بتاع الكوزاين، الدومين بتاع الكوزاين من النيجاتيف انفينيتي لحد البوزيتيف انفينيتي، يعني الار كلها، يعني الار ايه، الار كلها ان شاء الله. تمام تمام. فانت الدومين عندك شغال من النيجاتيف انفينيتي لحد الايه، البوزيتيف ايه انفينيتي، يبقى ادي الدومين من النيجاتيف انفينيتي لحد البوزيتيف انفينيتي. تاني حاجه هتعملها ايه؟ هتعمل التست عشان الدومين شغال، هجيب الاف اوف نيجاتيف اكس، فالكلام ده كده بيساوي ادي 2 وادي كوزاين، هشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف اكس. كلنا عارفين يا شباب ان الكوزاين بتبلع النيجاتيف، يعني الكلام ده كده بيساوي 2 كوزاين اكس. قارن ما بين ده وما بين ده، ما هي دي كده الاف اوف اكس، دي كده الاف اوف اكس، ودي الاف اوف نيجاتيف اكس، متساويين ولا مش متساويين؟ متساويين. يبقى بمنتهى البساطه الفانكشن بتاعتك مالها؟ الفانكشن ايفن. الفانكشن مالها؟ ايفن ان شاء الله، ايفن ان شاء الله. حتى لو تفتكر كده اخدت في اولى ثانوي والله، بس انت تطس ان الرسمه بتاعت الكوزاين فانكشن كانت عامله ازاي؟ كانت عامله كده، وكان الرينج بتاعي من النيجاتيف 1 للايه، من النيجاتيف 1 لل1، بس هنا مضروبه في 2، يعني المفروض ان هي تبقى 2 نيجاتيف 2. في مشاكل يا شباب؟ في مشاكل في التوتس؟ في مشاكل يا شباب في التوتس؟ مفيش مشاكل في التوتس خالص. طيب تعالى هنا، تعالى هنا 9، بيقول لك 5 تان 2 اكس. الدومين بتاع التان تقيل عليك شويه، بس هو شغال، بس هو ايه شغال، يعني الدومين شغال. فهتروح تعمل الايه، تروح تعمل التست، تجيب لي الاف اوف نيجاتيف اكس، ما دي كده الاف اوف اكس، دي كده الاف اوف ايه، الاف اوف اكس. فهروح اجيب الاف اوف نيجاتيف اكس، يبقى دي 5 تان نيجاتيف 2 اكس. طب النيجاتيف ده بيعمل ايه؟ النيجاتيف مع التان بيعمل ايه؟ بيطرده بره، يبقى الكلام ده كده بيساوي نيجاتيف 5 تان 2 اكس. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل خالص. طب قارن لي ما بين ده وما بين ده، هتلاقيه هو بس عكسه في الاشاره، يعني انت عندك الاف اوف نيجاتيف اكس بتساوي النيجاتيف الاف اوف اكس، يبقى الفانكشن بتاعتك مالها؟ الفانكشن بتاعتك اود ان شاء الله. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. طب ادخل في 10،
هنا الواي بتساوي سكوير روت اوف اكس ماينس ال1. رقم واحد بتعمل ايه؟ بتروح تجيب لي الدومين. طب هو مش ده سكوير روت؟ يبقى لازم اللي تحت السكوير روت ده يبقى اكبر من او بيساوي الايه؟ الزيرو. ودي ده بعكس الاشاره، بقت الاكس اكبر من او بتساوي الايه؟ ال1. يبقى بمنتهى البساطه الدومين بتاعك من فين لفين؟ من ال1 للبوزيتيف انفينيتي. دي اوبند ودي ايه؟ كلوزد. هل الدومين ماشي من نيجاتيف ايه لايه؟ لا. يبقى دي كده نايذر نور. فهمت اهميه الدومين يا ابني؟ فهمت اهميه الدومين؟ تمام. طيب تعالى لي في 11، يلا اتغابى يلا في 11 بيقول لك الواي بتساوي اكس للباور 2 ماينس الايه ال5. فهتقول لي اول حاجه اروح اعملها اروح اجيب الدومين. فالدومين بتاعي هيبقى ار، يعني من النيجاتيف انفينيتي لحد البوزيتيف انفينيتي. لا، هو قايل لك ان الاكس بيلونجز من النيجاتيف 2 لل2. ركز بقى، انت المفروض من نيجاتيف ايه لايه، يا الاتنين كلوزد يا الاتنين مالهم، يا الاتنين اوبند. يا الاتنين ايه؟ اوبند. هنا واحده كلوزد وواحده اوبند، يعني الريفليكشن بتاعت ده مش موجوده اصلا. الريفليكشن بتاعت النيجاتيف 2 مش موجوده، يبقى دي ايه؟ نايذر نور. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا انت المفروض ان انت تقعد تحل المسائل دي تاني وتفهم وما تبقاش تطس. وبعد كده هرغي معاك على البروبرتيز بتاعه اللهم صل على سيدنا محمد الايفن والاود، بحيث ان انا هخليك تشوف الفانكشن اللي قدام حضرتك دي ايفن ولا اود من غير حتى التست، من غير حتى الايه، من غير حتى التست. يلا بينا نتكلم بقى يا شباب عن الخواص او البروبرتيز اوف الايفن والاود فانكشنز اللي بمنتهى البساطه هتخليك بعينيك تقدر تحدد الفانكشن اللي مكتوبه لك دي ايفن ولا اود من غير حتى التست. تمام؟ خلينا متفقين ان اول حاجه لازم تعملها ان انت تروح تجيب لي الايه؟ تروح تجيب لي الدومين. يبقى بص اهو، رقم واحد توتوس، رقم واحد هات الدومين. والدومين لازم يبقى من نيجاتيف ايه لايه، سواء الاتنين كلوزد او الاتنين ايه؟ اوبند. طيب ايه بقى البروبرتيز بقى بتاعت الايفن والاود؟ قال لك رقم واحد الكونستانت فانكشنز. تعالى نتكلم عن الايفن فانكشنز. الايفن ايه؟ فانكشنز. قال لك اي فانكشن كونستانت، يعني مثلا 5 نيجاتيف 2 1، اي فانكشن عباره عن رقم، دي كده ايفن. دي كده ايه؟ ايفن. طيب ايه كمان؟ قال لك لو عندك اكس باور رقم، والباور ده يا حبيب قلبي ايفن، والباور ده ماله؟ ايفن. فبمنتهى البساطه بتبقى الفانكشن بتاعتك ايفن. الفانكشن بتاعتك ايه؟ ايفن. طيب لو عندك كوزاين اكس، دي كده ايفن. لو عندك الريسيبروكال بتاعت الكوزاين سيك، دي برضو ايه؟ ايفن. يبقى بمنتهى البساطه انا دلوقتي بعرفك ايه هي الفانكشنز الايفن. اي كونستنت فانكشن، يعني فانكشن بتساوي ايه؟ كونستنت. لو عندك اكس باور رقم والباور ده ايفن، والكوزاين والسيك، والكوزاين والايه؟ والسيك، يبقى دي كده الايفن ايه؟ ايفن فانكشنز. طيب ممكن تقول لي يا توتوس الاود فانكشنز؟ يلا تعالى اقولها لك. الاود فانكشنز قال لك رقم واحد الساين، الريسيبروكال بتاعتها الكوسيك، التان، الريسيبروكال بتاعتها الكوتان. بس كده؟ قال لك ولو عندك اكس باور رقم والباور ده يبقى ايه؟ الباور ده يبقى اود. عشان كده هو اصلا ايه؟ مأخوذ ان هي اسمها ايفن فانكشن او اود فانكشن من الايه؟ من الحته دي، من الحته دي يا شباب. تمام؟ تمام. حلو قوي الكلام ده. عندك بقى فانكشن، عندك بقى ايه؟ فانكشن ايفن واود في نفس الوقت. تقول لي ايه ده؟ ايفن واود في نفس الوقت؟ اللي هي الايكويشن اوف الاكس اكسس، اللي هي عباره عن واي ايكوال للايه؟ واي ايكوال للزيرو. دي كده بتبقى ايه؟ لو لقيت ان الاف اوف اكس بتساوي الزيرو، يبقى دي كده ايفن اند اود، الاتنين ايه؟ الاتنين مع بعض. في مشاكل يا شباب؟ يبقى انت كده عرفت الايفن فانكشنز، الاود فانكشنز، والفانكشن السبيشال دي اللي هي ايه؟ اقدر اطلق عليها ان هي ايفن وايه؟ ايفن واود. وحتى علشان تقتنع بالكلام اللي انا بقوله لك ده، انت عندك واي ايكوال للزيرو، دي الايكويشن اوف الايه؟ اوف الاكس اكسس. توصيف لجميع النقط اللي موجوده على الاكس اكسس ان الواي بتاعتها بكام؟ بزيرو. فانت عندك ده كده الاكس اكسس ده سيمتريك اباوت الواي اكسس، مش بس كده، وسيمتريك اباوت الاوريجن. فعشان كده هي ايفن وايه؟ ايفن واود. حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشكله خالص. طيب بعد كده هتتكلم عن ايه؟
عايز اتكلم عن السم والديفرنس of الايفن والاود functions. يعني ايه عايز تتكلم عن الكلام ده؟ قال لك بمنتهى البساطة القاعدة بتقول لك، تعالى بس ايه نزود بيج هنا، نيو بيج، تعالى نزود الايه الكلام التوتوس ده، وتعالى نجيب اللون الاخضر. لو انت عندك even function، even ايه function plus or minus even function، even ايه function، يعني مثلا عندك x للباور 2 plus or minus كوزين الاكس، هي مش دي even ودي even لو عملتهم بلس الريزلت هتبقى ايه؟ الفانكشن الريزلت هتبقى ايه؟ even. يعني الاتنين مع بعض ايه؟ even. الاتنين مع بعض ايه؟ even. حد عنده مشكلة؟ مفيش اي مشكلة. طب لو عندك function odd plus or minus function odd، يبقى الاتنين مع بعض هيبقوا ايه؟ الاتنين مع بعض هيبقوا odd. وتقدر تثبت الموضوع ده، وهخليك تثبته، واللي يثبت الموضوع ده يكتب لي في الكومنتات، هبقى سعيد جدا بيه. هو الاثبات بتاعها سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه. تمام يا شباب؟ تمام. طب واحد بقى يجي يقول لي، طب انا لو عندي even function plus or minus odd function هتبقى ايه؟ هتبقى neither nor. هتبقى neither nor. حد عنده مشكله يا شباب؟ مفيش اي مشاكل، ده انا هخليك تخلص المسائل توتوس توتوس سيا سوتيما تاروس. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى احنا كده قلت لك الفانكشنز. تعال نجيب لون بقى كده موف، انا عايز اجيب اللون الموف او فوشيا، فوشيا احلى. كده انت عرفت الايفن فانكشنز انواعها، وعرفت الاود فانكشنز والسبيشال كيس دي، واخدت اول بروبرتي البلس والايه والماينس، ان انت لو عندك فانكشن ايفن بلس اور ماينس فانكشن ايفن، فالاثنين مع بعض هيبقوا ايفن. طب لو فانكشن اود بلس اور ماينس فانكشن اود، فالاثنين مع بعض هيبقوا اود. طب لو واحده وواحده بينهم بلس اور ماينس هتبقى نايذر نور. حد عنده مشكله يا شباب؟ ان شاء الله باذن الله مفيش اي مشاكل خالص. نيجي في 5 البرودكت، التايمز يعني، والديفيجن اوف الايفن والاود فانكشنز. تقدر برضو تثبتهم وتكتبها في الكومنتات، وهقول لك تثبتها ازاي. تمام؟ يعني انا هقول لك تثبتها ازاي، هديك اوت لاين كده تمشي عليه وهتعرف تثبت ان شاء الله باذن الله. البرودكت والديفيجن، يعني انا لو عندي مثلا even function times even function، الاتنين مع بعض هيبقوا ايه؟ لو معايا odd function times odd function، الاتنين مع بعض هيبقوا ايه؟ طب لو واحده even وواحده odd، برضو تقدر تثبتها، بس انا هقول لك على حاجه جميله جدا. اعتبر ان الايفن ده بوزيتيف وان الاود ده نيجاتيف. يعني ده كده بوزيتيف، ده كده نيجاتيف، ده كده بوزيتيف، ده كده ايه؟ نيجاتيف. بمنتهى البساطه بوزيتيف تايمز بوزيتيف الريزلت هتبقى بوزيتيف يعني ايفن. طب هنا نيجاتيف تايمز نيجاتيف هيبقى الريزلت هتبقى بوزيتيف يعني ايه؟ ايفن. طب لو بوزيتيف ونيجاتيف هتبقى، الله عليك، هتبقى اود. هتبقى ايه؟ هتبقى اود. وهكذا برضو في الايه؟ في الديفيجن. حد عنده مشكله يا شباب؟ والله العظيم الدنيا زي الفل وما فيهاش اي حاجه، انت بس اللي ممكن تبقى غبي. فانت بمنتهى البساطه من اول ما تحس بغباء اقفل الفيديو على طول، تمام، وادفن نفسك. تمام. يبقى انت عندك الايفن فانكشنز هي الكونستنت فانكشنز، اكس باور رقم ايفن، الكوزاين والريسيبروكال السك، الاود ساين والريسيبروكال كوساك تان والريسيبروكال كوتان، واكس باور رقم اود. وخد بالك من السبيشال كيس دي، لو الواي عندك بتساوي 0 اللي هي الايكويشن اوف الاكس اكسس، فدي بتبقى ايفن واود في نفس الوقت عشان دي سيمتريك على الواي اكسس والاوريجن. رقم 4 اتكلمنا عن السم والايه والديفرنس، فانت لو عندك ايفن بلس اور ماينس ايفن فهتبقى الفانكشن بتاعتك ايفن. طب لو اود فانكشن بلس اور ماينس اود فانكشن فهتبقى الاثنين مع بعض اود. طب لو ايفن بلس اور ماينس اود هتبقى نايذر نور. خامس حاجه البرودكت، ان انت عندك ايفن في ايفن هتبقى ايفن، اود في اود هتبقى ايفن، ايفن في اود هتبقى اود. حد عنده مشكله توتوس؟ في مشاكل؟
واعمل بقى نفس الكلام طبعا في الايه، في الديفيجن. انت لو عندك بوزيتيف على بوزيتيف هيبقى بوزيتيف، يعني ايفن على ايفن هتبقى ايه، ايفن. نيجاتيف على نيجاتيف هتبقى ايه، بوزيتيف، يعني نيجاتيف على نيجاتيف هتبقى ايفن، يعني اود على اود هيبقى ايه، ايفن. طب لو واحده وواحده هتبقى اود. في مشاكل يا شباب؟ طب تعالى نحل، تعالى نحل. تعالى نجيب اللون الاخضر ده، عاجبني قوي. بص كده، هنا بيقول لك الاف اوف اكس بتساوي اكس للباور 2 بلس كوزاين الاكس. اول حاجه بتروح تجيبها لي هي الايه، الدومين. الله يفتح عليك. فانت عندك هنا بلس، فانت هتاخد الايه، الانترسكشن، هتاخد التقاطع. طب ده هيبقى ايه، ار، وده برضو ار، يبقى ار انترسكت الار يعني ايه، يعني الار، يعني الايه، يعني الار، يعني من النيجاتيف انفينيتي لحد البوزيتيف انفينيتي. الدومين شغال، شغال. هل بقى تروح تعمل التيست؟ ممكن، مش ممكن، هو طبيعي يعني ان انت تعمل التيست، بس بمنتهى البساطه. انت بني ادم بتفهم، بني ادم تطس. انت عندك الاكس باور 2 دي ايفن ولا اود؟ ايفن. ليه؟ عشان الباور هنا ايفن. طب الكوزاين دي ايفن، بينهم ايه، بينهم بلس. طب ايفن بلس ايفن يبقى ايفن. يبقى بمنتهى البساطه من غير رغي كتير، الاف اوف اكس ايفن. الاف اوف اكس مالها ايفن. حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشكله. طب هنا عندك اكس باور 3 تايمز ساين الاكس. طيب بمنتهى البساطه اكس باور 3 دي ايه، اود، تايمز ساين اكس دي اود. طب اود تايمز اود يعني نيجاتيف تايمز نيجاتيف يبقى بوزيتيف، يعني ايه، يعني ايفن. يبقى بمنتهى البساطه الفانكشن بتاعتك ايفن. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي بالبروبرتيز؟ عشان قلت لك الموضوع هيبقى سهل وبسيط يا توتس. برافو. طب دي الاف اوف اكس بتساوي زيرو، يعني الواي بتساوي زيرو، الايكويشن في الاكس اكسس، يبقى دي ايفن. كنت اقول ايه، مش عارف كنت اقول ايه، ايفن ان ايه، ان اود، الاثنين مع بعض. طيب 15 اكس باور 2 تايمز كوسيك. طب هنا الباور ايفن، يبقى دي كده ايفن فانكشن، دي كده لوحدها ايفن. طب دي كده الكوسيك، الكوسيك ده مقلوب الايه، الساين. طب الساين دي ايه، دي اود، يبقى ايفن في اود. طب ايفن في اود يعني بوزيتيف في نيجاتيف، فهتبقى نيجاتيف يعني ايه، يعني اود. يبقى الاثنين دول مع بعض اود. ماينس اكس للباور 3 دي اود. طب اود ماينس اود، الله يفتح عليك، اود. صح ولا مش صح؟ يبقى الفانكشن بتاعتك اود على طول. بس تيك كير ان انت بتروح الاول تجيب لي الايه، تجيب لي الدومين. هنا كان الدومين برضو ار، هنا الدومين برضو كان ايه، ار، يعني من النيجاتيف انفينيتي لحد البوزيتيف انفينيتي. هنا برضو الدومين ايه، الدومين ار. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله، انا بس ايه بتستريس على الحته بتاعت البروبرتيز، لكن انت لازم تاخد بالك من ايه، من الدومين. حد عنده مشكله يا شباب؟ كده انا خلصت لك بمنتهى البساطه كده، بمنتهى البساطه كده احنا فين خلصت لك الايفن والاود جرافيكلي والجبريكلي عن طريق التست، وعن طريق الايه، البروبرتيز. هنتكلم بقى دلوقتي في اخر حاجه خالص اللي هي رقم 3، اللي هي ال1 تو 1 ايه فانكشنز. يلا بينا، يلا بينا يا شباب نتكلم عن اخر حاجه بقى عندنا في الايه، في المحاضره عندنا النهارده، وهي ال1 تو 1 ايه فانكشن. هو معلش يعني من باب الاسترجاع نسترجع المعلومات. هو انا امتى بقدر اقول على الريليشن دي ان هي فانكشن ولا مش فانكشن؟ بمنتهى البساطه، لما بديها قيمه للاكس لازم تطلع لي قيمه واحده للايه، تطلع لي قيمه واحده للواي. بديها اكس تطلع لي فاليو واحده بس للايه، للواي، مش اكتر من ايه، من واي. يعني مثلا هنا انا اديت مثلا قيمه ب2، فيبقى ليها 2 فاليوز، هنا مثلا 3 وهنا نيجاتيف 3، فدي كده نوت فانكشن. ليه؟ اديتها قيمه واحده للاكس، ادتني 2 ايه، 2 واي. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله، فدي كده نوت فانكشن. ولو تفتكر معايا ان كان عندنا التيست اللي هو بتاع الفيرتيكال لاين، لو الفيرتيكال لاين ده قطع في اكتر من نقطه بقت نوت ايه، نوت فانكشن. فاكرين الكلام ده؟ زي الفل. طبعا دي كده فانكشن. ليه؟ عشان لو عملت الفيرتيكال لاين هيقطع في نقطه واحده. دي كده فانكشن عشان لو عملت فيرتيكال لاين هيقطع في نقطه واحده. كل قيمه للاكس ليها قيمه واحده للايه، للواي. طب ايه بقى موضوع ال1 تو 1 فانكشن؟ مبدئيا عشان تعرف الفانكشن بتاعتك 1 تو 1 ولا مش 1 تو 1 لازم اصلا الريليشن تبقى فانكشن. يعني ما ينفعش تيجي هنا تسالني تقول لي هي دي 1 تو 1 ولا مش 1 تو 1، لا دي مش فانكشن اصلا. طيب ايه بقى بعرف بقى منين هي الفانكشن بتاعتي 1 تو 1 ولا مش 1 تو 1؟ قال لك عندي شرط. ايه هو الشرط؟ قال لك ان لازم، ما ينفعش يبقى عندك قيمتين للاكس، وليكن مثلا دي 2 ودي نيجاتيف الاتنين، فلو طلعت كده وطلعت كده الاتنين دول هيبقى عندهم نفس الايه،
نفس الواي. نفس الايه؟ نفس الواي. يعني ما ينفعش قيمتين للاكس يبقى عندهم نفس الايه؟ نفس الواي. تاني، ايه الشرط بتاع ال1 تو 1؟ ما ينفعش قيمتين للاكس يبقى عندهم نفس الايه؟ نفس الواي. فبمنتهى البساطه دي كده نوت 1 تو 1. طب ليه؟ عشان انا عند الاكس ب 2 وعند الاكس بنيجاتيف 2 الواي بكام؟ باي حاجه، توتس 3 مثلا. فدي كده نوت 1 ايه؟ تو 1. طب هنا لا، دي كل قيمه للاكس ليها ايه؟ قيمه للواي. او بمعنى ادق، ما عنديش قيمتين للاكس عندهم نفس الايه؟ نفس الواي. فدي كده 1 تو 1. طب بعرف بقى ازاي جرافيكلي؟ ما انا لازم اعرف الفانكشن بتاعتي 1 تو 1 ولا مش 1 تو 1 جرافيكلي والجبريكلي. قال لك جرافيكلي هتعمل هوريزونتال لاين. هتعمل ايه؟ هوريزونتال لاين. فلو عملت هوريزونتال لاين وقطع في اكتر من نقطه يبقى كده نوت 1 تو 1. طب لو عملت هوريزونتال لاين وقطع في نقطة واحدة بقت 1 تو ايه؟ 1 تو 1. في مشاكل يا شباب؟ مفيش أي مشكلة. يبقى الفيرتيكال لاين بيحدد لك هي فانكشن ولا نوت فانكشن. الهوريزونتال لاين بيحدد لك هي 1 تو 1 ولا مش 1 تو 1. لو قطع في نقطة واحدة تبقى 1 تو 1. طب لو قطع في أكتر من نقطة تبقى نوت 1 تو 1. طيب موضوع بقى الالجبريكلي. انت كده فهمت الايه؟ الجرافيكلي ما فيهوش اي حاجه. موضوع الايه؟ الالجبريكلي. جاي هنا راح قايل لك حدد لي هي دي 1 تو 1 ولا نوت 1 تو 1. فبمنتهى البساطه هروح اجيب الاف اوف اي وهروح اجيب حاجه اسمها الاف اوف بي واساويهم ببعض. واساويهم ببعض. لما اساويهم ببعض لو لقيت ان الاي بتساوي البي يبقى دي كده 1 تو 1. دي معناها ايه؟ ان النقطه ونفس النقطه عندهم ايه؟ واي واحده. فاهم حاجه؟ انت فهمت من الجرافيك. طب تعالى نشوف كده الموضوع ده. اول حاجه هجيب الاف اوف اي واساويها بالاف اوف بي. ولو لقيت ان الاي بتساوي البي يبقى دي كده 1 تو 1. طب لو مش بيساووا بعض يبقى ده كده معناها ان عندي اكستين ليهم نفس الايه؟ نفس الواي. حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشاكل. طب هنا اف اوف اي يعني هشيل الاكس واحط ايه؟ يعني بقى عندي ايه للباور 3 بلس 2 بتساوي اف اوف بي. هشيل الاكس واحط بي وهتبقى بي باور 3 بلس كام؟ بلس 2. ده راح مع ده بقى عندي a باور 3 بتساوي b للباور 3. يعني بمنتهى البساطة لو أخدت الكيوبيك هنا وأخدت الكيوبيك هنا يعني كده ال a بتساوي ال b. طالما ال a بتساوي ال b يبقى هي 1 to 1 function. طب لو طلعت ال a مش بتساوي ال b يبقى كده not 1 ايه؟ not 1 to 1. في مشاكل يا شباب؟ الموضوع سهل وبسيط بس انت ايه بلاش تستغبى يعني. طيب تعالوا نشوف المسألة دي والأخيرة. احنا مش عايزين نهري اكتر من كده يعني. الموضوع ما فيهوش حاجه الحمد لله. انت فاهم الكونسبت. 17 هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاف اوف اكس بتساوي كذا. بيقول لك عايز اعرف هي دي 1 تو 1 ولا مش 1 تو 1. طب هعمل ايه؟ هروح اجيب الاف اوف اي واساويها بالاف اوف بي. والله لو لقيت ان الاي بتساوي البي يبقى كده الفانكشن دي 1 تو 1. طب يلا بينا. هنا بقى عندي 2 هشيل الاكس واحط ايه؟ ماينس 3 اوفر 3. هشيل الاكس واحط ايه؟ بلس 2. الكلام ده كده بيساوي 2 شيل الاكس وحط بي ناقص التلاتة اوفر 3 شيل الاكس وحط بي بلس كام؟ الاتنين. طب هعمل ايه هنا؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن. هعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. يعني هيبقى عندي 2 اي ماينس 3 تايمز 3 بي بلس 2. الكلام ده كده بيساوي ايه يا توتوس؟ بيساوي 3 اي بلس الاتنين في 3 بي، سوري دي 2 بي ماينس 3. طب يلا بينا هعمل ايه؟ وزع. عندك 2 اي في 3 بي يبقى 6 اي بي. وعندك هنا بوزيتيف 4 اي. وعندك هنا نيجاتيف 9 بي. وعندك هنا نيجاتيف 6. الكلام ده كده بيساوي ايه يا توتوس؟ بيساوي 3 اي في 2 بي يبقى 6 اي بي. وعندك 3 في نيجاتيف 3 اي في نيجاتيف 9 اي. وعندك 2 4 بي. وعندك النيجاتيف 6. نيجاتيف ايه؟ 6. طب بمنتهى البساطة كده هو مش ده راح مع ده عشان هيروح بالبوزيتيف. جميل جدا الكلام التوتوس. جميل جدا الكلام التوتوس. وعندك 6 اي بي راحت مع 6 اي بي. اتبقى لك ايه؟ اتبقى لك 4 اي. ولو دخلت دي بعكس الإشارة بقى عندك كام؟
13 ايه بتساوي، ودي دي كده بعكس الإشارة بقت بتساوي 13 بي، اقسم على 13 بقت ال A بتساوي ال B. طالما ال A بتساوي ال B يبقى دي 1 to 1 ولا مش 1 to 1؟ دي معناها إن ما عنديش قيمتين للإكس عندهم نفس ال A نفس ال Y، فدي كده هتبقى 1 to 1 function. حد عنده مشكلة يا شباب؟ انتظروا ان شاء الله باذن الله فيديو المراجعه، هعمل لكم فيديو جميل جدا مثمر، شرح وحل كتير قوي، هنحل كتير قوي، وبرضه هنعمل سمري على كل درس، وانتظرونا واشوف وشكم على خير. سلام عليكم.